المغرب امبارح ولكن على مستوى السيدات عملت انجاز يضاف الى منتخب 23 سنه اللي توج بطل للامم واللي تأهل لدوره الالعاب الاولمبيه في فرنسا، ويضاف الى فوز المغرب بالمركز الرابع في كأس العالم، والحاجات كتير في طفره. يعني امبارح صعدوا السيدات او صعدنا الى او تأهلنا الى الدور التالي، دور ال16 في بطوله كأس العالم. والغريب ان هم خسروا اول ماتش من المانيا 6-0، وبعدين المانيا لعبت مع كولومبيا فخسرت. هم بيقابلوا كولومبيا امبارح، كسبوا كولومبيا وكسبوا كوريا. انت عارف كوريا متعبه جدا طبعا. تمام، بالذات في السيدات كمان. فكده هيلعبوا مع فرنسا اللي هي مديرها الفني هيرفي رينار يوم الثلاث الساعه 2 ظهرا. الكره ما فيهاش يأس، فيها تصميم، فيها استفاده من الاخطاء. بص هقول لحضرتك حاجه، اللي بيحصل في المغرب ده زي ما احنا حضرتك دلوقتي بتتكلم بتقول اداره، تخطيط وعلم، صح؟ بس اداره وتخطيط وكلام. هم من 4-5 سنين هم بيحضروا نفسهم على كل المستويات. وحتى لما جه حط مدرب اجنبي في فتره من الفترات، قال لك انا هجيب وليد الركراكي، والراجل جه وكان جاهز وتمام وعمل حاجه ما حصلتش قبل كده. والكلام ده مكمل، وانا بقول لحضرتك الكلام ده هيكمل لمده، وده هيساعد المغرب انها تفوز بتنظيم كاس العالم الجايه مع اسبانيا والبرتغال. بالظبط كده. انا بقول بعد اعتذار السعوديه طبعا، وكان ممكن يبقى في ملف مشترك بيننا وبينها ومع اليونان. بس انا عارف ان الملف ده موجود، بس انا بقول لا خلاص السعوديه اعتذرت. انا بقول ان المغرب تستحق ان هي ياخدوا الملف بتاع كاس العالم الجايه بعد النجاح اللي عملته قطر متكامل. وحضرتك واخد اسبانيا، هم كانهم اوروبا، اسبانيا والبرتغال لم تنظم في تاريخها كاس العالم. الجزء بتاع ايبيريا ده المغرب تقدمت 5-6 مرات، ففي تعاطف معاها، عندها ملاعب. حضرتك فاكر الملف بتاع الصفر طبعا ده كان هم قريبين، كانوا اقرب ناس ان هم كانوا ياخدوه. جنوب افريقيا بس فانا 10 13 10 14 حاجه زي كده. انا بقول انهم يستحقوا عندهم الملاعب، وعندهم اللي احنا بنسميه الانفراستراكشر او كل الحاجات اللي انت تقدر تأهلها. عندهم مدن حلوه جدا ممكن تعمل فيها، اذا كانت من اول طنجه لحد الكازابلانكا، مراكش، كلها ملاعب حلوه جميله. وبعدين حضرتك لو وديت بقى صحفيين اداريين، كل حاجه متنظمه تمام التمام. صحيح. فرقه هتجتذب جمهور، الفرق اللي هتبقى موجوده هتجتذب جمهور كويس. فانا بقول لحضرتك يعني دايما بتشوف حاجه بتستمر لمده 4-8 سنين. يا رب تخطيط، لازم يا رب احنا نوصل العمل الجيد والثقافه والقرايه لازم تجيب نتيجه في النهايه. ولا زالت مصر ليها اسمها، مفيش حاجه حضرتك ذكرت الجمهور المصري امبارح، جمهور الزمالك حاجه تفرح. هو اجمل حاجه في يعني انت خروج الزمالك، والله انا بقول ان هو ده هيوقع مثلا 50% من البطوله عشان الحضور الجماهيري اللي موجود. يعني بدل مش قادرين نريح، محتاجين منظومه كابتن هشام، انه الناس تفكر في كره القدم المصريه على اساس المنظومه. انا بس هاخد مثال، لانه الحقيقه سمعت تصريحات لسه كانت قريبه من تقريبا من يوم او يومين للسيد فوزي لقجع، اللي هو طبعا عارفين هو صاحب النهضه في الكره المغربيه على كل المستويات. منتخب السيدات المغربي مكسر الدنيا في كاس العالم. هايل. منتخب الناشئين، منتخب الشباب، المنتخب الاول طبعا حدث ولا حرج، وصلوا مربع ذهبي في كاس العالم. فهو ما بيسالوه انه الكره المغربيه والدوري المحلي ما فيش انديه شركات، كلها انديه جماهيريه. قال لهم الكره المغربيه والانديه الجماهيريه دي جزء من التراث المغربي، وانا لما يكون عندي مستثمر يدخل على نادي جماهيري ويبدا يستغل الاسم او البراند نيم الخاص بالنادي الجماهيري ويضخ فيه الاموال عشان يقدر ان هو يعني يتالق في نفس الوقت ما فيش الارقام الخياليه اللي اللعيبه بتاخدها عندنا هنا في ليميت. عشان احنا عندنا ليميت. ليه؟ الورقه اللي بتطلع دي اللعيب، انت فلان الفلاني هشام يكن، انت لعبت في الناشئين ايه؟ لعبت في الناشئين طنطا مثلا، ولا في بنها، ولا اي حاجه، مش لازم في الزمالك. يعني انا لعبت في الزمالك كام سنه؟ 10 سنين ناشئين. لعبت اخدت كام بطوله؟ يبقى كل حاجه اديها عليها درجه. يوم لما يجي لي اللعيب اللي جاي لي اللي انا هشتريه، بدل ما اعمل مزاد كبير واشتري اللعيب ب 15 مليون وهو اصلا ما يستاهلش 15 مليون، على ايه؟ ما هواش جاب بطولات قبل كده. هنا عشان الانديه خلينا بس نتكلم اللعيبه اللي جايه النادي الزمالك. جايه من اخبار اخرى. عندنا برضو خبر جميل جدا. امبارح المغرب واصلت عروضها الرائعه وانتصاراتها الرائعه
اتحاد كره او جماعه تخطط بشكل رائع، بتجني الانتصارات، في تخطيط سليم، في عداله، في دوري قوي، في رزنامه زي ما بيقولوا. امبارح المغرب في بطوله كاس العالم للسيدات فاجئتنا بالفوز على كولومبيا، اللي هي كانت فازت على المانيا، فازت على كولومبيا 1-0. وبكده المنتخب المغربي للسيدات، ده منتخب السيدات، وصل لدور ال16 من بطوله كاس العالم، وده انجاز يعتبر بالنسبه لبطولات السيدات انجاز رائع جدا. شوفوا بقى حضراتكم الكره ما فيهاش يأس وفيها تصميم. فريق السيدات خسر اول مباراه ليه من المانيا 6-0. تخيلوا، خلاص يعني اللي يتفرج يقول لك الفريق ده راح في داهيه، هيتغلب بقى 7 بعد كده. وكولومبيا فازت على المانيا، اللي هي امبارح المغرب كسبتها، كانت فازت على المانيا. ففازوا على كوريا 1 وفازوا على كولومبيا امبارح 1-0 وتأهلوا الى دور ال16. هيلعبوا مع مين؟ مع فرنسا. مين بيدرب فرنسا للسيدات؟ هيرفي رونار، مدرب المنتخب السعودي السابق، مدرب المنتخب المغربي الرجال طبعا السابق، ومدرب زامبيا، وليه صولات وجولات حضراتكم عارفين طبعا. المباراة هتبقى 2 ظهر الثلاثاء توقيت القاهرة ان شاء الله. الهدف المغرب كان من ضربة جزاء ارتدت ومن لاعبة المغرب الجرايدي، وتبعتها الحماري وسجلت منها هدف الفوز، الهدف الوحيد في المباراة. ويعني المغرب كده بطلة أفريقيا 23 سنة، المغرب رابع عالم في بطولة كأس العالم، المغرب تأهلت لدور ال16 في بطولة السيدات، وطبعا كانت افتكر فازت بالمركز الثاني في كأس الأمم للسيدات، افتكر كانت جنوب أفريقيا على حسب ما أتذكر كانت هي البطلة. ادي لقطات من المباراة اللي طبعا اللي يعني منتخب المغرب الحقيقة مثلنا بشكل رائع زي ما مثلنا بشكل رائع قبل كده في كأس العالم. ونجاح أي دولة وجهة نظري من خلال منتخباتها، ده الشغل الأول. منتخباتها نتائجها إيه؟ يعني مهم جدا. كأس العالم أنت فين منه؟ أنت فين من كأس العالم؟ دي نقطة مهمة. رحت كم مرة؟ أنت فين من كأس الأمم؟ أنت فين من البطولات العالمية؟ فإحنا عملنا خطوة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية، دي خطوة كويسة، لكن في خطوة يعني مهمة جدا كأس العالم، وفي خطوات أخرى كثيرة، بطولات 20 سنة اللي احنا بعدنا عنها، وبعد ما كنا بنروح بكل سهولة. وجيل الكابتن خالد عصمت، دكتور خالد عصمت اللي معانا النهارده ده، كان راح كأس العالم وعمل مردود رائع. الجيل اللي كان فيه طاهر أبو زيد وعلاء ميهوب ومحمد حلمي ونجوم كبار جدا، وأبو الدهب ومحمد حشيش. فيعني احنا عايزين نرجع تاني. مصر اسمها كبير جدا وعندها كل المقومات. شوفوا اللاعبات المغربيات بيلعبوا بروح ازاي وتصميم ولياقه بدنيه ممتازه، وبيلعبوا اقوى فريق في المجموعه على فكره، هم وكولومبيا اللي اتاهلوا. فمباراه مش سهله. ادي البينالتي اهي، ادي ضربه الجزاء، بينالتي 100% طبعا، دفعتها بايديها الاثنين واتحسبت البينالتي اهو، ارتدت رجعت متابعه، هدف، شيء رائع جدا. مبروك لمنتخب سيدات المغرب ولقائها مع هيرفي رونار المدير الفني لسيدات فرنسا. هتبقى مباراة صعبة جدا لأن سيدات فرنسا برضو من الفرق القوية.